ازاي لعيبه كرة القدم بيقدروا يجروا بسرعات عالية كده بدون تعب؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. تعال نشوف. انا احمد الفخراني، تربية رياضية واخصائي تغذية الرياضيين، وبقدم معلومات في التدريب والتغذية. لو حابب تتابعني تابعني ويلا بينا. واحد، بيكون وزن اللاعب مظبوط، يعني مش تخين ولا رفيع، بحيث ان الوزن الزايد ما يكونش عائق للحركة بتاعته، وبرضه النحافة ما تقللش من قدرة العضلات. فدايما بتلاقي لعيبة كرة القدم وزنهم مظبوط والكتلة العضلية عندهم كويسة، وبالتالي ده بيساعدهم انهم يتحركوا بشكل اسرع وافضل. اتنين، بيتمرنوا على تدريبات السرعة، زي تدريبات تحمل السرعة والسرعة الانتقالية وتدريبات البلومات، والتدريبات دي بتساعدهم بشكل كبير انهم ما يتعبوش بسرعة في التمرين. تلاتة، التنفس. اللاعب وهو بيجري بيركز على تنفسه بشكل كويس، بحيث انه يقدر يدخل اكبر كمية اكسجين ممكنة للجسم، ولان الاكسجين ليه دور اساسي في انتاج الطاقة فبيأخر من ظهور التعب على اللاعب. اربعة، وضعية الجري. دايما اللاعب وهو بيجري بيحافظ على استقامة جسمه